أعطت المحكمة الرياضية الدولية الضربة القاضية لنادي الزمالك بعد رفضهم تعليق عقوبة الإيقاف التأديبي المفروضة على نادي الزمالك. عقوبة إيه؟ الإيقاف التأديبي المفروضة على نادي الزمالك لعدم احترامهم العقود مع اللاعبين والمدربين والأندية. المهم بكده يكون نادي الزمالك موقوف عن التعاقد لمدة فترتين قيد، يعني صيف 2026 وشتاء 2027، ويبقى نادي الزمالك هيكمل العام القادم بقائمة اللاعبين الموجودين معاه ولن يستطيع التعاقد مع أي لاعب. هل هيخرج كل المتطاولين ذو اللسان الوقح اللي تطاولوا على أستاذ رئيس قسم اللوائح الرياضية في مصر المهندس عامر العمايلة بعد ما أعلن هذه العقوبة، وكل منتمي ل100 عقبة رفض وقال الكلام ده مش صح بل تطاولوا على هذه القامة الرياضية المحترمة؟ هل هيطلع إنسان واحد فيكم ذو لسان وقح تطاول على هذا القامة المحترمة؟ بالتأكيد لا، لأن هو ده النهج اللي احنا دايما عارفينه عن كل منتمي ل100 عقبة، ان هو يرفض الحقيقة ويغيب عقول جمهوره ويقول لك مفيش عقوبة ومفيش. طب دلوقتي رأيكم ايه؟ المحكمة الرياضية الدولية رفضت تعليق العقوبة وانتم معاقبين فترتين إيقاف قيد بسبب عقوبة تأديبية. عقوبة تأديبية. شابوه المحكمة الرياضية الدولية.